اليوم سعدنا بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسرته والعامين بتدشين المقر الجديد جامعة العوينات بعد انتظار طويل. وبهذه المناسبة هذه أود أن أشكر جميع الناس اللي ساهموا في هذا الإنجاز هذا من وزارة الداخلية والسيد العامل وكافة الأطر والمسؤولين اللي ساهموا في هذا الإنجاز هذا باش حصلنا على واحد المقر في مستوى ديال استقبال المرتفقين وراحة الموظفين ويعطي واحد صورة مشرفة للمؤسسات ديال إقليم جرادة بصفة عامة. وبالتالي بهذه المناسبة هذه نشكر جميع الضيوف اللي حضروا معنا هذا التدشين هذا، وعلى رأسهم السادة رؤساء الجامعات اللي حضروا وشرفونا بهذا الحضور ديالهم وساهموا معنا في هذه الفرحة هذه اللي صنعناها جميع، وفرحنا المواطنين ديالنا وفرحنا كاملين معهم. فرحة بمناسبة ديال عيد العرش وفرحة بمناسبة افتتاح هذا المقر الجديد. نطلب الله سبحانه وتعالى يسخر لنا فيه، ونطلب الله سبحانه وتعالى نكونوا عند حسن ظن الساكنة وعند الثقة اللي وضعت فينا الساكنة، وإن شاء الله الرحمن الرحيم احنا غادي نشتغلوا في هذا المقر الجديد كما اشتغلنا في المقرات القديمة بكل روح وبكل تفاني وبكل مسؤولية. شكرا للمنابر الإعلامية اللي حضرت معنا، شكرا لكم جميعا، وشكرا الشكر الكثير للسيدات والسادة المواطنين والمواطنات اللي حضروا معنا هذا الشيء وفرحوا معنا. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسرته واليمين، سعدنا اليوم بأن نهدي الاحتفال مع إخواننا في جامعة العوينات بافتتاح المقر الإداري الجديد، مقر جديد لجامعة الطلبية العوينات. وبهذه المناسبة أزف كل التحايا للإخوان ديالنا في جامعة العوينات، من السيد الرئيس في المرتبة الأولى، السادة الموظفين والسادة الأعضاء وكل المواطنين ومواطنات جامعة العوينات بهذا الصرح الإداري بهذه المعلمة الإدارية الكبيرة التي شرفت جامعة العوينات بالدرجة الأولى وشرفت كذلك إقليم جرادة على العموم. هنا باسمي وباسم جميع ممثلي جماعة الخطا من أعضاء وموظفين أشكر جميع الشركاء على رأسهم السيد العامل المحترم، وكذلك السادة ممثلي وزارة الداخلية، وكذلك السادة ممثلي المصالح الخارجية بعامة إقليم جرادة على مساهمتهم القيمة في خروج هذا المشروع وفي هذا الصرح إلى حيز الوجود. كما أجدد الشكر الجزيل لكل مكونات جامعة العوينات على حسن الاستقبال وحسن الضيافة. شكرا.